مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله يا رب تكونون بألف خير. اليوم راح نسوي حلا الخشخاش. طبعا هي من الحلويات الباردة وطريقتها سهلة وسريعة. تعالوا نشوف طريقة تحضيرها. عندي هنا أول شي الشعرية الباكستانية، راح أكسرها بالمحضرة مال طعام. طبعا راح أحاول شقد ما أقدر أسويها ناعمة حتى لا تصير مزعجة بالأكل. هنا خلصت تكسيرها وراح أخذها على النار. راح مجرد أخليها تاخذ اللون الذهبي، قلبها تقليبة بسيطة على النار. مجرد بس أشوف لونها صار ذهبي أطفي النار عليها. طبعا أستمر بالتقليب لأن هي تكون الشعرية مالتها ناعمة، فحتى لا تحترق فأقلبها باستمرار حتى تاخذ لون بالتساوي ولا تحترق. هسه عدنا هيجي بدا لونها يصير ذهبي، هيجي كلش كافي. نروح نحضر باقي المكونات. هسه هنا راح أبدي أكمل باقي مكونات الكيكة أو الحلويات الباردة. هنا عندي كريم كراميل وعلبتين قشطة وحليب وبسكت مالح وحليب مكثف وكريم شانتي. طبعا هنا راح أحتاج كوب كريم شانتي أو تقدرون تستخدمون دريم ويب المتوفر عندكم عادي. هنا عندي الظرف كريم كراميل كامل، وعندي علبتين قشطة، طبعا الحجم الصغير هذا، وتقدرون تستعملون علبة واحدة من الحجم الكبير. أنا نايمة. هنا راح استعمل ربع كوب حليب سائل، وراح استعمل علبة الحليب المكثف كلها. هسه راح أبدي أخلط هاي المكونات كلها ويا بعض إلى أن تتجانس وتصير قوامها شوية ثخين. هسه هيجي قوامها كلش تمام. راح أخليها بالثلاجة مدة 10 دقايق، والنوب أبدي أكمل تكوين الحلى. هسه هنا عندي بسكت، طبعا استخدمت بسكت مالح، أي نوع بسكت متوفر عندكم تحبون تستخدمونه استخدموه عادي.
راح أغطس البسكت بالحليب وأبدي أرصه بالقالب اللي عندي. طبعا أنا أفضل أنه تستعملون البسكت المالح حتى يخفف من حالات الكريمة اللي سويناها بالبداية. هسه راح أبدي أوزع الكريمة فوق البسكت. مجرد بس أغطي البسكت بالكريمة أبدي أخلي النوب الشعرية وهسه راح أبدي بنفس الطريقة أكون الطبقة الثانية. أرص البسكت أول شي أخلي البسكت بالحليب وبعدين أبدي أرصه فوق الكريمة اللي خليناها بالبداية. ونرجع مرة ثانية نضيف الكريمة ونفس الطريقة اللي سويناها بالبداية راح نوزعها على البسكت بالتساوي. وهسه راح نضيف كمية شعرية فوق الكريمة ونرجع نرص الطبقة الثالثة بنفس الطريقة. وتقدرين تسوين كمية طبقات اللي انتي حابتها. هسه خلصنا آخر طبقة راح أضيف الكريمة. طبعا بالطبقة الأخيرة راح أضيف كمية كريمة زيادة شوية حتى أرتب بيها وجه الحلا مالتي تطلع بطريقة مرتبة. وراح أخلي بنفس الطريقة شعرية. ولهنا انتهت وصفتنا لهذا اليوم. إن شاء الله يا رب تنال إعجابكم حبايب. لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامة.